اركبوا في سفينة الحسين فإنه مصباح الهدى وسفينة النجاة. كان عندي مجلس في دبي، الآن يسمعوني بالإنترنت، ليلة العباس. واحد من شباب دبي، أنا ما أدري، ما أعرف الناس اللي قاعدين في مجلسي، شاب شيعي مؤمن عنده صديق سوري من أهل سوريا ومسيحي سوري يعيش في دبي. الصديق اسمه أبو ماجد، بعدين عرفوا علي أبو ماجد قاعد بالمنبر بالمجلس، أنا ما أدري. ليلة أبي الفضل العباس كان في حسينية في دبي تعرف بمأتم العدواني، حسينية العدواني. أنا هناك على المنبر والمجلس خاص بأخذه. ليلة العباس أنا ذكرت معجزة من معاجز أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الناس بكوا، هذا الرجل لم يبكي، مسيحي. قضية هذا أبو ماجد السوري عنده ولد واحد هو وحيده اسمه ماجد شاب عمره بالعشرينات، مبتلى بمرض سرطان الدم. اللهم اشف كل مريض بباب الحوائج أبي الفضل. الولد كان مسجى في مستشفى راشد مصاب بمرض سرطان الدم. اجوا هذا الأب الأطباء أيسوه، وين يروح؟ مسيحي أصلا إسلام ما يعرف، ولكن قلبه نظيف، هذا القلب الشفاف الله يحبه على نيات. ليلة العباس صديق الإماراتي يقول لأبو ماجد أشوف ما لك خلق، يقول إيه والله ابني في حال خطر، يقول إيه مشان إذا أروح للمأتم جاي سيد من الكويت يصعد لنا منبر، تعال اسمع. أبو ماجد جاي لا ركعة مصلي بعمره ولا يعرف رسول الله منه ولا يعرف الحسين منه، قاعد. احنا بدينا نتكلم عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أبو ماجد تغير حاله، وصل اللاسلكي مسيحي، وصل هنا بقلبه يقول أنا قلت سيدي يا أبا الفضل، إذا أنت واقع عن باب الحوائج مثل ما يقول هذا الرجل على المنبر، سيدي ابني ماجد بي سرطان الدم، الأطباء أيسوني، مشرف على سكرات الموت، حدود الساعة 10:30 كان بالليل، الحين 10:03 بتوقيت هناك 10:30 أنا على المنبر. أبو ماجد يتوسل، بس أنا ما أدري أبو ماجد موصل اللاسلكي. أبو ماجد قال ودمعة بريئة نزلت من عينه، هي قضية أهل البيت، قضية مصيبة العباس تبكي كل إنسان حتى الغير مسلم. كان عندي مجلس في أمريكا مسيحيين سمعوا مصيبة العباس يبكون، طبيعي احنا لأنه بعضنا كثير سامعين عادي يمنه، وإلا مصيبة الحسين عظمت في السماوات على جميع أهل السماوات، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بكم علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. مصيبة الحسين مصيبة ثقيلة. أنا ذكرت مصيبة العباس، ذكرت كيف وكيف، وعاد عندي في هذا المجلس بالذات سنويا أقرأ المصيبة لكم من المقتل نفسه بالنص حتى تتوجه وتصير الدمع أكثر. اسمع المعجزة وبعدين شوي ندخل بالتوسل بسيدي ومولاي قمر العشيرة. هذا الرجل المسيحي أبو ماجد قاعد بالمجلس، احنا خلصنا المجلس، أمن يجيب اللهم اشف كل مريض. أنا ما أدري هذا ابن بي سرطان الدم، ولا هو قال لي ولا هو يعرفني ولا أنا أعرفه. قام اليوم الثاني أول الصبح أب قلبه عد ابنه، راح إلى مستشفى راشد. تصدقون كيفكم هسه يردون هالليلة النواصب يشيلون الكاسيت مالي يقطعوا يقولون هذا الفالي شنو قال، كيفهم هذول أعداء أهل البيت ومعروفين عندي لعنة الله عليهم، اتركهم. أما أنتم المؤمنين اسمعوني، شالوا هذيك ذاك اليوم الصبح أبو ماجد يروح إلى مستشفى راشد يشوف ابنه ماجد المغمى عليه المشرف على الهلاك قاعد دا ياكل طعام، جايبين ريوق مطلعين كل هاي الوسائل المغذي والدراب والدم والكذا من جسمه، الجهاز على خشمه شايلين، الولد قاعد صحيح سالم مشغول بالطعام. الاب دخل مات ابو ماجد انصدم، ولدي انت ماجد؟ ايه يبا شنو قضيتك؟ قال ما ادري، البارحة حدود ساعة 10:10:30 الأطباء اجوا قالوا ما ندري ايش بارحة ايش صار، حدود 10:10:30 فد مرة شفنا ابنك دا يصرخ يقول أنا ما فيني شيء، تعالوا اسأل من عنده. إيه بابا ماجد شنو شفت؟
قال له يبا أنا كنت في حال سكرات الموت من شدة الألم بعد ما أحس في حال إغماء، وإذا بي رأيت جاءني رجل مهيب ووجهه كفلقة قمر، اجى زارني قال لي ما جيت قوم، قلت له سيدي ما اقدر انا مريض، قال لي انا اقول لك قوم، قلت له من انت؟ قال ابوك ناداني، قلت له اعطيني ايدك وخر عباده، شفت ما عندي ايه، رأيته قطيع اليدين غاب عن عيني، فد مرة شفت نفسي سالم صحيح، الأب صار مسلم شيعي من الموالين، الأب صار مسلم من شيعة بالفضل العباس سلام الله عليه. الآن بهذه الحالة بهذه الدموع أريد أخذكم إلى كربلاء كربلاء كربلاء. بعدين قتل أهله قتل أصحابه لم يبق معه أحد. الإمام الحسين سلام الله عليه